فيلمنا بيبدأ في بيت معزول وسط الغابة، وفي هناك بنت اسمها رومونا كانت غرقانة في حزنها، قاعدة تتفرج على فيديو لجوزها اللي واضح انه مات. كانت سرحانة ومش حاسة بابنها تايلر وهو بينادي عليها، ولما زهق فتح الستارة. وقتها رجعت للواقع وبدأت تحس بيه، فقال لها ان الكهرباء قطعت ولازم تتصل بأي حد يساعدهم. فردت عليه بتعب: اديني لحظة فوق على الصبح. تايلر نزل يجمع البيض من الفراخ، وبعد كده دخل يحضر الفطار، بس ما لقاش ولا كبريت. بدأ يدور لحد ما لقى ولاعة قديمة ومج لأبوه في صندوق خشبي. كان باين انه شايل مسؤولية البيت كله على كتافه. ولما لقى اكل الكلب خلص حط له اي حاجة من التلاجة. رومونا اخيرا قامت من السرير، وكان واضح عليها علامات التعب والإصابة، شكلها حادثة جديدة. نزلت تسلم على بنتها الصغيرة آني، والكل كان واضح عليه قد إيه تايلر هو اللي شايل مسؤولية البيت. رومونا كانت متأثرة جدا بعد وفاة جوزها، وحالتها النفسية كانت في النازل. ولما شافت المج والولاعة بتوع جوزها قلبها وجعها. تايلر سألها: كلمتي حد عشان الكهرباء؟ قالت له لأ، وقالت له إن موبايلها فصل شحن. وزعقت فيه لما قالت له: لو ما كنتش كسرت موبايلك كنا عرفنا نكلم حد. وبعد كده سألته: حاطط ايه في الأكل؟ ضحك وقال لها: دوريتوس. وضحكوا شوية، بس ما لحقتش الفرحة تكمل، ورجعت وشها اتغير في لحظة. ولما شافت الكلب بيستفرغ زعقت لتايلر لأنه أكله حاجة مش مناسبة. فقال لها: لو كنت مهتمة بالبيت كنت عرفتي إن أكل الكلب خلص. قالت له يربطه بره البيت، وفعلا خرج وربطه. بعدها بدأت تسرح وافتكرت الحادثة. بس قبل ما نعرف التفاصيل تايلر نادى عليها وقال لها إن في واحدة غريبة قاعدة قدام البيت. لما خرجت تبص لقيتها ست لابسة اسود وقاعدة على كرسي مغطية وشها. ولما الأولاد سألوها مين دي قالت لهم معرفش، يمكن بتحمي وشها من الشمس، خلوا أسئلتكم لنفسكم. بس لما الكلب فضل يهوهو قررت تخرج وتشوف الست دي بنفسها، وقالت لتايلر محدش يخرج. وراحت تقرب منها وسألتها: انت مين وجاية هنا ليه؟ الست ردت بصوت غريب وقالت: ازاي جيت هنا؟ ولما رومونا سألتها تاني الست قلبت عليها الأسئلة وسألتها عن اسمها. ولما جت سيرة جوزها رومونا رفضت تتكلم. الست بدأت تقول كلام غريب، وقالت إنها عارفة إن رومونا محظوظة إنها خرجت من الحادثة عكس جوزها، وكأنها كانت عارفة كل حاجة. وقالت لها: أنا جاية أساعدك. ولما أني نادتها الست بصت لها وقالت: أظن كده عيالك كبروا كفاية، أقدر أكلهم. رومونا اتعصبت وقالت لها: لو ما مشيتيش هبلغ البوليس. في نفس الوقت تايلر طمن أخته وقال لها إنه حاسس إن مامته مش طبيعية الفترة دي، لكنه جنبها. رجعت رومونا تبص للست لقيت إيديها كلها دم، والفراخ في الحظيرة ميتين. اتخضت وجرت ورا البيت، راحت تركب العربية وتشحن موبايلها، بس لا التليفون اشتغل ولا العربية اشتغلت. لما تايلر شافها استغرب وسألها: كنتي بتعملي ايه؟ قالت له إنها كانت بتجيب كشاف. ولما سألوها تاني عن الست قالت لهم إنها يمكن ست كبيرة تايهة من دار المسنين اللي جنبهم، وقالت لهم ما يشغلوش بالهم بيها، وحاولت تلهيهم وقالت لهم مين عايز آيس كريم. بس تايلر ما اقتنعش وقال لازم ياخد بندقية أبوه، بس أمه رفضت وقالت له ما يلمسهاش. اتخانقوا وقالت له يدخل أوضته، وفعلا دخل وقعد يراقب الست من الشباك. رومونا جت وقالت له: ما تزعلش مني، أول ما الكهرباء تيجي هتصل وأمشيها. فجأة لقيت إن الست قربت من البيت، شفنا ظل غريب بيطلع منها ورايح ناحية العربية، وباين إنها عندها قدرات غريبة. رومونا كانت بتذاكر لآني، ولما سألتها ليه ما بترسمش زي زمان قالت لها مش لاقية صورة حلوة في دماغي ارسمها. رومونا خرجت تبص على الكلب لقيته ساكت خالص والسلسلة مدفونة، ولما شدت فيها لقيتها مقطوعة. فهمت إن الكلب مات. بعدين تايلر صحى ولاحظ إن رجل أمه فيها طين وإنها ماسكة سكينة وهي مرعوبة. حاول يلعب بالكرة بس صرخت فيه وقالت له يسيبها. قال لها ليه ما نركبش العربية ونروح لأقرب جار؟ ردت عليه: أنا ما أقدرش أسوق برجلي دي. قال لها هو هيسوق. قالت له لأ وخلاص. بدأ يتمرد وقال إنه هيمشي. قالت له لأ ومنعته. مسك الكرة يلعب وشدت منه الكرة ورمتها من الشباك. بعدين قالت لآني: قلتلك مليون مرة حرف الآر بيروح يمين، هو أنا هلاقيها منك ولا من أخوكي؟ وبعد ما هدت شوية بدأت تعتذر وتبان إنها متأثرة، لكن وهي قدام المراية بتشوف نفسها ماسكة سكينة وبتضرب بيها. بس لما بتفوق بتكتشف إنها كانت حاضنة المخدة. وفي لحظة بيجي صوت صريخ عالي، ولما بيروحوا يشوفوا بيلاقوا آني اتعورت في رجلها، وبيلاحظوا إن الست المرعبة قربت أكتر. وفي وسط القلق ده رومونا بتروح تقعد مع آني في الأوضة، وتايلر يخرج يدور على كلبه، لكنه بيتفاجئ إن الفراخ كلها ماتت. بياخد بعضه وبيجري على العربية
بيحاول يشغلها بس مش راضية تشتغل. لما بيبص مكان الست ما بيلاقيهاش، فبياخد حديدة وبيبدأ يتسحب، وهو بيتحرك بيوقع خشبة بالغلط، وبيشوف الست في المراية بس بتختفي بعدها على طول. وهو خارج من المكان بيشوف ظلها بره، بيجهز الحديدة يضربها، لكنه بيتفاجئ بريمونا قدامه بتزعق فيه. بيرجع البيت ويتخانق معاها وبيقول لها إنها لازم تتصرف بدل ما تفضل سايبة الأمور تفلت كده. ولما سألها على الكلب قالت له متعرفش، فرد عليها إنه مات، زي ما هي أكيد عارفة الست اللي بره دي مين. ريمونا قالت له إنها بتحاول تحميهم، فرد عليها بعصبية وقال لها مش تحمي نفسك الأول؟ ده انتي أصلا بتاخدي علاج نفسي. ورماها بالعلبة وقال لا أنا كده اتأكدت من اللي في دماغي. دخل أوضة المكتب بتاعة أبوه وقفل على نفسه وبدأ يدور على مفاتيح الخزنة، ولما لقاها فتحها ولقى فيها رصاصة واحدة بس. وفي الوقت ده ريمونا كانت بتحاول تلف من الباب التاني، بس هو كان سبقها وقفل الباب من الناحية التانية وكسر الأكرة عشان ما تخرجش، وقال لأني ما تفتحش الباب مهما حصل. بعدها أخد البندقية وخرج يواجه الست. قال لها هعد من 1 لحد 5، لو ما مشيتيش هقتلك. ولما بدأ يعد لقاها قامت وشالت الغطا من على وشها وحركت اللمبة اللي فوق براسها كأنها بتتحكم فيها بخيالها. فتايلر اتصدم وتوتر. في الوقت ده ريمونا كانت بتترجى آني تفتح الباب، وقالت لها إنها آسفة على كل اللي حصل، وإنها بس كانت عايزة تحميهم هي وتايلر. وبره الست قالت لتايلر إن ريمونا ضحكت عليه وكذبت عليه في قصة موت أبوها. الباب اتفتح وريمونا اتصدمت لما شافت تايلر واقف قدامها. سألها كذبتي عليا ليه؟ مش قلتي إن بابا فقد السيطرة عشان المطر؟ فحكت له الحقيقة وقالت له إن اليوم ده كان ماشي كويس وكانوا بيتعشوا بره، لكن ديفيد لاحظ إنها مش سعيدة، وده لأنهم نقلوا من المدينة للبيت الجديد اللي في الغابة، وهناك بدأت تحس بالوحدة والضغط. قال لها إنه كانوا أخيرا استقروا بعد تنقلات كتيرة، لكنها قالت له إنها مش قادرة تكمل كده، وإنها كانت هي اللي سايقة في اليوم اللي حصل فيه الحادثة. وشافت الست في المراية وفجأة حصلت الحادثة ومات ديفيد. غيرت تفاصيل القصة عشان ما تزعلهمش. وفي الوقت ده الست بتبدأ تظهر وراها وبتحرك كل حاجة في البيت، وبتظهر على السقف بشكل مخيف. الأصوات بتزيد فبيجروا تايلر وريمونا على فوق وبيقفلوا الستاير كلها، وكل ما يقفلوا واحدة الخيال بيختفي. وقرروا يقعدوا في مكان مظلم وطلعوا الاستندرة، لكن الخيال لحقهم وشد آني وتايلر جرى بسرعة يقفل الشباك، وريمونا قفلت باب السندرة بالبندقية. اتجمعوا التلاتة في حضن بعض مرعوبين ومش عارفين يعملوا ايه. بيسمعوا أصوات جوه معاهم، ولما تايلر شغل الكشاف بيلاقوا كرسي الست، ولما لف وراه لقاها وشها في وشه. ريمونا قالت له يستخبى هو وآني وحاولت تضرب الست، لكن جامايكا زقتها على الحيطة وزقت تايلر كمان. آني مسكت الكشاف وشافت جامايكا قربت منها وهي بتنادي عليها وبتقول لها أنا عمري ما كنت عايزة أذيكي. تايلر شاف خيال أمه على الحيطة ما كانتش قادرة تتحرك، ولما جامايكا حضنت آني اختفت. وتايلر فاق ولقى ريمونا قدامه بتحضنه. نزلوا يدوروا على آني، وريمونا قالت له انها هتدخل تدور، فاداها ولعت ابوه وفضلت تمشي ورا الصوت. بتلاقي نفسها في مكان غريب، واول ما بتخرج منه تلاقي جوزها نايم على السرير، وده نفس المشهد اللي كانت بتتفرج عليه في اول الفيلم. بيقول لها انه حلم حلمه وشاف انهم خلصوا تجهيز البيت زي ما كانوا بيخططوا، حتى الحظيرة خلصوها، والحديقة كانت مليانة ورد وياسمين، الحاجات اللي هي بتحبها، وكانوا عايشين سوا مع عيالهم مبسوطين، وما كانش ناقصهم غير حاجة واحدة بس، اسم للبيت. بتقرب منه وبتحضنه وهي بتعيط، بس فجأة بتقوم وهي مرعوبة وتلاقي صورة مرسومة وتحتها اسم مكتوب بالمشقلب، ولسه بتستوعب تلاقي جوزها بيحاول يخنقها، وفجأة تلاقي نفسها مكان الست اللي كانت قاعدة على الكرسي، وبتشوف نفسها وهي خارجة من البيت بتنادي على الست دي ومش فاهمة ايه اللي بيحصل. مرة تانية بتشوف نفسها مستخبية في الصندرة وكانت مرعوبة، فبتقرب منها وبتقول لها انها مش ناوية تأذيها وانها بس عايزة تساعد. وكان تايلر شايف اللي بيحصل، ولما اخدت آني معاها بتصحى تاني وتلاقي نفسها في اللحظة دي، وبيجي تايلر وبيقول لها انهم لازم يمشوا. بتقول له ياخد آني ويخرج فورا، وبتمسك البندقية وبتواجه جامايكا وبتقول لها ان كل حاجة لازم تخلص دلوقتي. ترد جامايكا انها جت عشان تساعدها وانها كانت مستنياها تمسك البندقية من زمان، لان اللحظة دي هي الفرصة الحقيقية انها تكون قوية زي ما كانت دايما بتتمنى.
وبتفتكر لما كانت واقفة قدام الخزنة اللي فيها البندقية مش عشان تأذي حد، لكن لأنها كانت تايهة في الاكتئاب وفاكرة إن الحل الوحيد هو الهروب. جامايكا بتفكرها إنها كانت ناوية تخلص على نفسها، لكنها سابت رصاصة واحدة وكانت للبداية الجديدة مش للنهاية. ريمونا بتسألها عن ولادها وبتقولها إنهم هيكونوا كويسين بس لو سابتهم يتحرروا من الجو ده، وبتوريها صورهم لما يكبروا وكانوا قد إيه سعداء. بس كل ده ممكن يتحقق لو هي سابتهم يعيشوا بعيد عن الحزن اللي هي غرقانة فيه. ريمونا بتقرر تودعهم الأول وبتنزل تقولهم يمشوا من البيت ويروحوا عند جيرانهم في المزرعة. تايلر بيطلب منها يروحوا سوا لكنها بترفض وبتصر انه يسمع كلامها، وقبل ما اني تمشي بتديها لعبتها وبتقولها تخليها معاها عشان ما تحسش بالوحدة. بعد كده ريمونا بتنزل البدروم تلاقي الكرسي اللي كانت الست المخيفة بتقعد عليه وبتقعد عليه هي، وتمسك البندقية وبتظهر جامايكا وبتقول لها ان الوقت جه وانها تعبت من كل ده، فتمسك البندقية وتوجهها لنفسها. لكن قبل ما تعمل اي حاجة تبص على لعبة بنتها وتشوف ضوء كشاف وتلاقي ولادها رجعوا ليها. ساعتها بتسيب البندقية وبتحضنهم وبتقول لهم يرجعوا للبيت. ولما تايلر بيسألها عن الست بتقوله انها مش هترجع، ولو رجعت هي هتكون مستعدة ليها. بيرجعوا كلهم للبيت والكهرباء بترجع والدنيا بتنور، حتى الكلب بيرجع والهدوء بيرجع للبيت. الفيلم بينتهي بس الرسالة لسه مستمرة. ريمونا كانت بتحاول تبدأ حياة جديدة في بيت في الغابة، لكن الوحدة والعزلة خنقتها، ولما حصلت الحادثة ومات جوزها إحساس الذنب كسرها. حبست نفسها وسابت الحزن ياكلها لحد ما بدأت تتخيل إن في حد بيطاردها وعايز يخلص عليها. الست المخيفة اللي كانت بتشوفها ما كانتش حقيقية، دي كانت تمثيل لإحساسها بالذنب والحزن، وكانت بتتجسد في شكل شخص بيحاول يقنعها تخلص على نفسها. بس في النهاية حبها لولادها ورغبتها في حمايتهم هما اللي خلوها ترجع لطريق النجاة.